بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا نعمل مع بعض أحلى هريسة شطة. تحطيها في تلاجتك، تحطيها في الفريزر، حتى لو سبتيها في باب التلاجة عندك مش هيجرالها أي حاجة. بمكونين اتنين بس، مش محتاجين فيها أكتر من كده. جبنا الفلفل وغسلناه كويس قوي. أنا جبت فلفل أحمر وأخضر. أنا بحب أعمل هريسة حمرا لوحدها في برطمان، وأحمر على أخضر في برطمان. دي ليها استخدامها ودي ليها استخدامها. بحب الحمرا باستخدامات معينة، والأخضر على أحمر برضو ليها استخدامات معينة. فبعمل البرطمانين من النوعين واحطهم عندي في الفريزر، واطلع على قد استخدامي في باب تلاجتي. هنا جبت الكبة بعد ما غسلت الفلفل وشلت العنق بتاعه والبذر كويس قوي، وبدأت اضربه في الكبة بتاعتي حبة بحبة. وانا بضرب كل دور بحط. الكبة بتاخد حوالي كيلو. بحط معلقتين ملح ومعلقتين زيت، بس مفيش اكتر من كده. المعلقتين الملح والمعلقتين الزيت بيخلي الهريسة بتاعتك ناعمة. الملح مادة حافظة، والزيت بيخليها لما تيجي تسحبي منها تاخدي معلقة كده، حتى لو هي لسه مجمدة تطلع معاكي، ما بتبقاش مجمدة في بعضها. ولو حطيتيها في باب التلاجة زي ما انا ما بعمل، هتقعد معاكي ومش هيجرالها اي حاجة. هنا انا بدأت اعمل الفلفل الاحمر على الفلفل الاخضر. بعملهم في برطمان لوحدهم. بحبهم تتبيلات السمك. التتبيلات دي بحب فيها الأحمر على الأخضر، فبعملها لوحدها في برطمان، وبرضو معلقتين الملح ومعلقتين الزيت، وبحطها في البرطمان. بتبقى جميلة جدا، وبحطها في التلاجة بتقعد معايا فترة طويلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. خلصتهم، بدأت احطهم في البرطمانات بتاعتهم. وبعد ما اخلصها لو حطها في باب التلاجة، بحط عليها من حبة زيت يحفظوها ويحافظوا عليها في باب التلاجة أطول فترة انت عاوزاها. وطبعا لو عاوزة تعمليها تتبيلة كاملة بالثوم والليمون والخل وتحفظي البرطمان على بعضه، طبعا بتتعمل بنفس الطريقة كده. بنفرم معاها توم وبنحط معاها الخل والليمون، وبتتحط برضه في باب التلاجة أو في الفريزر براحتك، وتطلع بتبقى جاهزة. وهنا بعد ما خلصتها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بحب البرطمانات البلاستيك قوي عن الازاز. كده خلصناهم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.